السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في فيديو جديد. إن شاء الله هنعمل النهاردة كفتة الحاتي في البيت بأسهل الطرق وأجملها. إن شاء الله نص كيلو لحمة مفرومة. هعمل ليها طبق جميل أنا عاملاه هنا بالبطاطس، حاطة تحتيها بطاطس بتتعمل في الفرن. بصراحة طعمها خطير جدا سواء البطاطس أو الكفتة. يلا نشوف بتعمل ازاي ولايك واكسبلور. هنقول معانا بصلتين كبار ضربناهم في الكبة ضربة كويسة ناعم. معانا نص كيلو لحمة. تمام، نص كيلو لحمة مفرومة. نحط على البصل بتاعنا، وبعد كده بقى هحط عليها حبة توابل جميلة كده تديها ريحة وطعم وندلعها بإذن الله. نحط كل البصل بتاعنا اللي معانا. بعدين هحط معلقة صغيرة ونص ملح على قد نص كيلو كفاية. وبعدين التوابل بقى بتاعتنا عندي جنزبيل ربع معلقة صغيرة كده. تمام، عندي بصل وثوم بودر، عندي كمون وفلفل، عندي كزبرة ناشفة، عندنا بهارات، وعندي نص معلقة كركم مش اكتر من كده. تمام. هنحط كل التوابل بتاعتنا الميكس ده، او انتي التوابل اللي انتي بتحبيها، حابه تضيفي حاجه تانية اوكي تمام مش هتفرق طبعا. التوابل دي راجعه ليك انتي، لكن دي الخلطه اللي انا بعملها ماشي كده. بعد كده ابتدي اقلب. بعد كده انا اشتغل بايدي عشان اعرف اعملها كويس. عندي بعد كده 3-4 معالق بقسماط على حسب ما بحس ان هي ماسكه نفسها، واقلبهم كويس هيبقى بالشكل ده. انا بقى كده عامله في الصينيه بتاعتي فرش بطاطس كده، بطاطستين 3 كبار، بقطعهم وافرش بيهم الصينيه بتاعتي عشان انا بحب البطاطس اللي بتبقى تحت الكفته دي بتبقى معموله خطير جدا. بجيب طبق فيه ميه عشان ابل ايدي منه وانا بصبع الكفته بتاعتي. انا عندي العصايه دي هدخلها الف عليها الكفته، او عندي سيخ بتاع الكفته. تمام، اي حاجه انا كده كده هشيله منها يعني. ابتدي اصبع الكفته على السيخ بالشكل ده. نسيت اقول ان الكفته دي طبعا فيها نسبه دهون اللحمه. تمام. تمام، بعد كده نصبع خليها طبعا صباع تخين كده، لان هي كده كده بتنزل اللي فيها فبتكش في الفرن. صبع لحد ما اخلص كل الكميه. خلصتها بقى بالشكل ده. تمام. طبعا انا بعد كده بجيب عندي نص كوبايه ميه، انا هحطها الاول على سطح البوتاجاز، على عين البوتاجاز، تاخد غلوه كده تقعد 10 دقايق. احط نص كوبايه ميه بس، وبعدين اغطيها، مش هحطش اي اضافات تانية. اغطيها بقى فويل في غطا اي حاجه ماشي. ارفعها على النار واسيبها لحد ما تغلي وتبتدي ان هي تشتغل مع بعضها، واحس انها خلاص كده غلت اهي شكلها كده. بعد 10 دقايق على النار هروح جايباها وحطها في الفرن واسيبها لحد ما تتحمر. ده شكلها بعد ما اتحمرت. انا جايبه فحم حطها على النار، وبعدين احطها في طبق صغير. طبعا الفحم ولعتها. تمام، بعدين اجيب معلقتين زيت واحطها عليها بالشكل ده وهي سخنه، واروح على طول مغطيه عليها بقى حله، اغطي حله كبيره او فويل زي ما قلت اللي عندك، واسيبها بقى شويه. وده الشكل النهائي بتاعها. الكفته طعمها خطير، ولا كفته الحاتي باكلها بقى مع ايه اللي انت عايزاه، مكرونه، بطاطس محمره، سندوتشات مع رز وسلطه، مخلل، زي ما تحبي دلعي نفسك زي ما تحبي. ودي الكفته بتاعتنا، واغلى حاجه ان انت عامله بايدك بالهنا والشفا. والبطاطس دي طعمها تحفه جدا، طعمها جميل جدا جدا. بالهنا والشفا، والى لقاء فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.